هل سمعت ان في سرطانات ممكن نمنع حدوثها؟ ايوه، في سرطانات ممكن نمنع حدوثها، اهمها سرطان القولون عن طريق الاكتشاف المبكر للزوايد اللحميه في القولون بمنظار القولون، ونتعامل معاها ونشيلها قبل ما تتطور وتبقى سرطان. وده برنامج قومي بتتبناه امريكا واوروبا واليابان، والحمد لله موجود عندنا في مصر برعايه وزاره الصحه. وده في رايي من انجح المشاريع الطبيه، زي مشروع علاج فيروس سي السابق اللي تخلصنا بيه من فيروس سي. برنامج الفحص المبكر بيبدا من سن 40 سنه واكتر في انسان ما عندوش شكوى، وده معنى كلمه فحص مبكر. لكن في بعض الاعراض لو موجوده عندك لازم تتفحص عن طريق المتخصص ويعمل لك منظار على القولون. تغير حركيه البطن من امساك لاسهال مستمر، الامساك الشديد، نزول الوزن الغير مبرر، الانيميا، او لا قدر الله حدوث نزيف من الجهاز الهضمي، ودي بنسميها علامات الخطوره. لو موجوده لازم تتفحص. يا رب يكون علم نافع وتكون حلقه مفيده. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير، وسيب لي اي استفسار في الكومنتس، ان شاء الله ارد عليك. دكتور اسماعيل قاسم، استشاري امراض البطنه والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمعهد الكبد القومي.